يا جماعة الخير، كملت عندنا هاي السمكة المعدلة اللي حبي قلبكم، بس شوفوا الياها شلونها. طبعا السمك انا احبه اورنج. وهاي ناخذ من لقمة الصياد من هنا، شوفوا وياه الحلبلاب. الحلبلاب كلش طيب بالسمك. ونقول بسم الله. والله الطعم فد شي ما اسولفكم عليه. اتمنى تجربوه بهاي الطريقة وكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم به. اليوم رجعنا لكم بطريقة السمك الشول بالفرن. حبايب قلبي، السمكة نشويها بالفرن ما نقشرها، خليها بقشرها. هاي السمكة فتحناها كل زين ونظفناها وغسلناها. حبايب السمكة بهاي الليمونة، اول بداية هيك نمسحها بالليمون، فد ليمونة كاملة بهاي الطريقة. السمكة انا حبيها شوية حموضة، ونجي عليها بهاي الطماط. حبايب قلبي اتمنى السمكة تجربوها يعني هيك بالطماطة، يعني سووها بهاي الطريقة. نعصر لنا في الطماطاية ونخلي ملح. الملح حبايب قلبي كل من ورغبته بالملح، بس هاي السمكة اليوم ما اسولف لكم عليه فد شي. ورش ملعقة شاي لا مندوز لا مندوز كلش طيب للسمك. السمكة احب وياه حلبلاب، هذا حلبلاب يعطي الطعم طيب كلش للسمك. هذا عبارة عن دهن، انا احب السمك بيه حلبلاب. هاي السمكة راح اخذها على الفرن، تكون درجة الحرارة 180، الشغل بس الجو، واخر 10 دقائق اشغل الفرن فوق واخلي الصلصة مالت. راح نسوي الصلصة مال السمك. عندنا ملعقة كوب صاص، ملعقة كوب دبس الرمان، حبايبي ملعقة كوب دبس فليفلة. دبس فليفلة كلش طيبة للسمك بالذات للصلصة مالتها. اذا ما متوفر عاد تخلوه ملعقة كوب معجون. نخلي فصين ثوم. الثوم كلش طيب للسمك، هذا الثوم اختيار انتو بعد بكيفكم، بس انا افضل ثوم يعني كلش طيب. ملعقة كوب زيت نباتي، رشة فلفل اسود، ونعطيهن خلطة معدلة. طلعنا السمكة من الفرن، خليناها بس على النار تجوه، واخر 10 دقائق نخليها بس على النار الفوق، ونخلي الصلصة مالتها سويناها. هاي الصلصة كلش ضرورة للسمك، وراح تطلع لكم السمكة ما ينشبع منها. وحطينا الصلصة وناخذ سمكتنا على الفرن، نخلي البصل والطماطم. البصل والطماطم والسمك فد شي موضوع يختلف. 10 دقائق ونطلعها من الفرن، بس نخلي السمكة تحمر شوية من فوق ويا الصلصة. واستمت سمكتنا وطلعت من الفرن، ونقول لكم مع السلامة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.